يجب فتح كل من تسول له نفسه. ده مين ده؟ الفيومي. يقول لك ايه بقى؟ بص، الفيومي ده كان فاتح عليا لايف من يومين تقريبا. أو ادعاء ما ليس فيهم مما ينتج عن تصرفاتهم فتح الدولة المصرية وخروجها بمظهر شيء، هي المفروض سيء بس مش هتبقى شيء، أمام دول العالم أجمع. يعني اللي هو عايز يمنعه ده هو ده لسه كان بيعمله أساسا. حاج احمد، انا ماليش في نظام الفتح والحاجات بتاعتكوا على البرنامج السافل ده. انا لما بطلع اتكلم على حد بتكلم على فضايحه واسلوبه وكلامه وتصرفاته، وعن الناس اللي بيقويهم عندهم في اللايف، من بنات ليل ومسجلين خطر وارباب السجون. احنا لما بنطلع نتكلم على حد بنجيب كلامه هو، بنجيب افعاله هو، بنجيب تصرفاته هو. لا ندعي على احد ما ليس فيه. كل الكلام اللي بنطلع نقوله على شخصيات، شخصيات هي اللي بتعملها بنفسها يا حاج أحمد. يعني هو عايز يمنع اللي هو بيعمله يعني. بس هو تقريبا محتاج حد يكتفه، يعني هو مش عارف يمنع نفسه فمحتاج حد يكتفه. ده اللي أنا فهمته يا فيومي، صح ولا غلط؟ أعتقد لأ يا حاج أحمد، كلامك غلط على عيني وعلى دماغي برضو. وقلت أعمل فيديو أوصل لك فكرتي وأوصل لك أسلوبي اللي هنتبعه في الأيام القادمة على برنامج التيك توك لتطهيره من الفساد اللي أنا عليه. مصدقك يا فيومي حتى. يعني حتى لو فتحت عادة فيومي، أنت مرفوع عنك القلم يا فيومي. انت اعمل اللي انت، انا قلت لك الكلام ده من زمان، قلت لك انت تعمل اللي انت عايز تعمله.